كان في زمان حكايات كتير بتحكي عن الأموات وظهورهم بعد موتهم تاني. كان في ناس بتقول دول عفاريت، وناس تقول أرواحه مش مرتاحة، وناس تقول يخلق من الشبه 40. لكن الحقيقة فين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. في سنة 1990 كان في إشاعات بتقول إن في قصر اسمه قصر البارون موجود في شارع صلاح سالم في القاهرة. قالوا كلام كتير عن القصر، وإنه مسكون، وإن صاحب القصر قتل أخته ورماها من البرج الخاص بالقصر، والناس شافوها وهي طايرة سنة 90 فوق برج القصر اللي اتقتلت منه زمان. كلام كتير وإشاعات كتير، لكن مفيش حقيقة أكيدة تأكد الكلام ده. سنة 2025 كان في موظف في شركة كانت ظروفه المادية مش كويسة، وكان متجوز، وكانت عيلته عندها وقف في أكتر من مكان. طبعا هتقولولي يعني إيه وقف؟ وقف يعني أماكن كتير أثرية قديمة، وزارة الأوقاف منع أي حد يقرب منها وملكيتها ليها لحد ما يظهر حد ويقدم ورق يثبت إن مكان منهم يخص عيلته وأجداده، فتملكه وزارة الأوقاف المكان ده. الموظف ده كان اسمه شريف. شريف كانت أمه الله يرحمها دايما تقوله إن إحنا لينا عند الأوقاف أماكن كتير بتاعتنا وبتاعت جدودك من أيام الإنجليز. وكان شريف معاه أوراق وقدمها فعلا لوزارة الأوقاف عشان تملكوا الأماكن. وفضل الحلم سنين لحد ما أمه ماتت واتجوز ونسي الأوقاف اللي كان حلمه يبقى غني بيها، لحد ما في يوم اتصل بيه حد من وزارة الأوقاف وقال له إن صدر قرار بملكيته القصر شامبليون، وده قصر موجود في منتصف البلد في شارع التحرير. القصر كان ملكية للأمير سعيد حليم باشا سنة 1896، وحاليا القصر مهجور من سنين. وأثبت شريف إن القصر ملكية خاصة لعيلته، وفعلا أقرت وزارة الأوقاف بتسليم شريف القصر. كان شريف في قمة سعادته، خلاص هيبقى غني، وفعلا خد مراته وراح القصر عشان يستلمه. دخل القصر، أول ما دخل لقى سلالم كتيرة وكبيرة. طلع هو ومراته وهم مبهورين، وفجأة شريف سمع مراته بتصرخ، بص لقاها بتشاور على حاجة قدامها، وقعت من على السلالم وفضلت تخبط في السلالم لحد ما نزلت لآخر درجة وهي ميتة. نزل شريف وراها وهو بيجري، وفضل ماسكها ودموعه نازلة عليها وحزين. وبعد ما دفنها ورجع البيت فضل يفكر، وقرر انه مش هيروح القصر ده تاني، لحد ما نفس اللحظة خبط البيت، وصاحب البيت قال له ان مش هينفع يكمل في الشقة عشان هو هيبيع البيت. فكر شريف ولقى ان مفيش حل غير انه يروح يعيش في القصر، بالرغم انه متضايق منه، لكن هيعيش شوية لحد ما يبيعه ويشتري بيت كبير. وفعلا راح شريف بشنطة هدومه والعفش بتاعه للقصر. دخل وطلع كان القصر شبه مهجور، تراب مغطي المكان، وساحة كبيرة فاضية، وغرف كتير. دخل غرفة علشان يرتاح فيها، كانت معظم الغرف فاضية مفيش فيها أي عفش. فرش غرفة بعفشه، وبالليل كان تعبان جدا من اليوم، والقصر كبير ومش هيعرف ينضفه ولا يخرج يقعد في أي مكان في أوضة غير الأوضة اللي نضفها وفرشها. فقرر يفضل في الأوضة وباقي القصر يسيبه زي ما هو لحد ما يبيعه. وفي أول يوم وهو قاعد بيقلب على الموبايل جات له رسالة على الواتساب بدعوة حد دخله في جروب اسمه جروب أموات قصر شامبليون. ضحك شريف وقال أكيد أصحابه بيهزروا معاه. فضل يبص على الناس اللي في الجروب، ملقاش أرقام أي حد، هو لوحده اللي في الجروب. استغرب جدا. بعد شوية لقى حد بيتكلم على الجروب بيقول يا جماعة يا ريت صوت الموسيقى يهدى شوية، مش عارفين ننام في القصر. بص شريف على الأرقام ملقاش أرقام، واللي بيتكلم ده بيتكلم منين؟ رد شريف عليهم، رد شريف عليه السلام عليكم، ممكن أعرف مين ضافني في الجروب ده؟ محدش رد عليه خالص. وبعد شوية جت رسالة تانية، واحدة ست بتقول بجد قلة الذوق، القصر الصوت فيه عالي جدا، يا ريت تهدوا صوت الموسيقى شوية. في اللحظة دي شريف سمع صوت موسيقى عالي جدا بره الأوضة، كان جوه القصر. قرر يطلع ويشوف الصوت ده جاي منين. وفعلا شريف خرج بره الأوضة، وكانت المفاجأة إن القصر فعلا في أفضل صورة ليه، سجاجيد جميلة وستاير وعفش جديد وناس كتير رايحة جاية، وحفلة كبيرة في ساحة القصر، والناس بترقص، واضح عليهم إنهم من زمن تاني، من أيام عصر البشوات. شريف كان في حالة ذهول، نزل على السلم واحدة واحدة بيبص على القصر وعلى الناس، حاول يكلم الجرسون أو أي حد بس محدش بيرد عليه.
فضل واقف في حالة ذهول، وكان على يقين إن القصر فيه حاجة وأكيد دول أشباح. لما تعب قعد على الأرض. فجأة دخلت رقاصة وفضلت ترقص وقربت من شريف وميلت عليه وهي بترقص. شريف استغرب، وقف وقال لها انت شايفاني؟ فضلت تضحك له وترقص، ولما خلصت رقص دخلت أوضة وهي بتضحك. قام شريف وراها بسرعة ودخل الأوضة، وفجأة لقى نفسه في غرفة فاضية كلها تراب كأنها ما اتفتحتش من سنين. وقف في حالة ذهول وخرج من الغرفة، لقى القصر زي ما كان فاضي وكله تراب مفيهوش أي حاجة. خاف شريف وقلبه بدأ يدق بسرعة. جري طلع الأوضة بتاعته عشان ياخد حاجته ويمشي من القصر ده. وفجأة جت رسالة على الموبايل وهو بيلم هدومه. لقى الرسالة على الجروب بتقول يا جماعة بسرعة حد يحضر غرفة العمليات الراجل هيموت. رد شريف عليهم انت مين ومين دخلني في الجروب ده؟ ردت واحدة قالت لهم بسرعة يا جماعة في حادثة في الاستقبال وفي أطفال بتموت. صوت صريخ الأمهات عالي جدا. وفجأة شريف سمع صوت ستات بتصور بصوت عالي جدا بره الأوضة. خرج يجري، وكانت المفاجأة إن القصر اتحول كله لمستشفى. ناس بتجري وحادثة وأطفال بيدخلوهم غرفة الاستقبال وأمهاتهم بيصوتوا والممرضات بتجري في كل حتة، والغرف مكتوب عليها غرف عمليات وعيادات، والاستقبال مليان جرحى وناس تعبانة. شريف نزل يكلم أي حد، محدش بيرد عليه. كان هيتجنن، حاسس إنه في وسط حقيقة بالرغم إنه على يقين إن القصر ده فيه أشباح. وخرجت دكتورة جميلة وقفت وبصت له، قالت له أنت واقف ليه؟ ساعدنا كلنا بنساعد بعض. شريف بصلها بذهول أنت شايفاني؟ أنت مين ومين دول؟ قالت له تعالى ورايا بسرعة. مشي وراها ودخل نفس الغرفة، والمفاجأة إن لقى الغرفة مهجورة كلها تراب ونفس شكلها القديم. خرج بسرعة وطلع أوضته ولم حاجته. وفجأة جت رسالة واتساب تانية، حب يعرف بيقولوا إيه على الجروب. واحد بيقول يا جماعة مش عارف أنام، صوت طابور المدرسة ده كل يوم الصبح صوتهم عالي جدا، إيه الدوشة دي؟ وفجأة شريف سمع صوت أطفال عالي بيحيوا العلم. طلع يجري برا الأوضة، لقى ساحة القصر بقت مدرسة كبيرة، والغرف مكتوب عليها فصول، والساحة مليانة أطفال وطوابير وبيحيوا العلم اللي موجود في وسط القصر. نزل شريف يبص على المنظر، مش مصدق ايه اللي بيحصل. حاول يكلم المدرسين محدش بيرد عليه ولا حد شايفه. قعد جنب الأطفال على الأرض. ولد صغير بصله وضحك، قال له انت قاعد كده ليه يا عمو على الأرض؟ بص شريف وما كانش عايز يرد، كان عارف انه مش حقيقة. بس الولد قال له يا عمو انا بكلمك، ما تخافش انا حقيقي. استغرب شريف وقال له انت مين؟ الولد قال له تعالى انا هعرفك. وجري الولد ودخل نفس الأوضة اللي كل مرة شريف يدخلها ويلاقيها فاضية ومهجورة. دخل شريف لكن المفاجأة انها مش مهجورة، والمفاجأة ان لقى. لو منتظرين تعرفوا باقي الحكاية تابعونا في حكايات هنوش.